الفراخ في العمر الكبير يا جماعة ممكن ما يجيلش إسهال بالمعنى الحرفي اللي هو اللون الإسهال البني أو الأبيض أو الشفاف أو الكلام ده. ممكن يكون الفضلات بتاعتها بنفس لون العلف بس سايبة. طيب تجمديها ازاي الفضلات اللي بنفس لون العلف؟ انا هوريكم المنظر دلوقتي، وانا اسفة جدا 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 على المنظر اهو. شايفين ده اللي انا اقصده. تمام. طيب ده تعملي فيه ايه؟ ده تعملي له شاي بليمون وزعتر، تديهولهم مره مرتين ثلاثه براحتك يعني. المهم تشوفي من اول مره كده لو الدنيا تمام خلاص تمام. بس هو لو 3 مرات ورا بعض اي عموما اعشاب بتديها للفراخ لو 3 مرات ورا بعض تبقى زي الفل. طيب انا عملت لهم الشاي بالزعتر اهو، غليته. وطبعا في الشتاء يا جماعه ما بنحطش ميه ساقعه من الحنفيه، لازم نكون ميه فتره مش سخنه عشان ما تعملش اسهالات، بس بفتره. وادي الليمون اهو هعصره عليهم على الشاي بزعتر، بغليه على النار لمده 5 دقايق وهو متغطي، وبعد كده بعصر عليه ليمونه كامله، وبعد كده بضيفه على الميه. طبعا الشاي سخن دلوقتي وانا عامله السقايتين هم في النص لتر، كل واحده فيهم نص لتر. هضيف عليهم شويه ربع كوبايه من الشاي بليمون ده، وهضيفها عليهم وهقدمها للفراخ. بس هعملها 3 مرات، هعمل النهارده وهعمل بكره وبعده ان شاء الله. الفراخ بتاعتي عمر 25 يوم، ما ينفعش ان انا اهمل فيها خالص، هي كده في عمر خطر. اي عرض هتلاقيه موجود لازم تعالجيه وبسرعه. ادي السقايه معايا نص لتر، هضيف لها شويه بمقدار ربع كوبايه لكل سقايه نص لتر. انا عايزاها مركزه شويه عشان كده ضايفه ربع كوبايه، وهسيب الحبه الباقيين دول لبكره ان شاء الله، وبغلي لهم تاني مفيش مشكله. ونحطهم للفراخ، ربنا يسترها كده ومفيش حاجه تتقلب، مش عايزين نغرق الدنيا. وكده نبقى بنحافظ على الفراخ اول باول. طبعا هم الفراخ في العمر الكبير ما ينفعش اعمل لهم شيح، علشان الناس اللي بتقول هعمل لهم شيح، هم عمر 25 يوم. ممكن لو حصل اي عرض زايد لاي فرخه فيهم ممكن اذبحها في اي وقت، فما ينفعش احط لهم شيح، الشيح بيمرر طعم اللحم، فما ينفعش في العمر الكبير ان انا اقدم لهم شيح خالص. نيجي بقى للتفل بتاع الشاي والزعتر اهو. انا مش هرميه، انا هقلبه على العلف، هصفي بس اي نقطه ميه فيه وهقلبه على العلف، وهضيفه على العلف ليهم يستفيدوا بيه برضه اهو يا جماعه. ما فيهوش غير نقطتين ميه بس هنصفيهم هنا، والباقي هضيفه على العلف اهو يستفادوا بيه. في اي نوع اسهال الشاي والزعتر والليمون هيعالج، الليمون بيعالج البرد، الشاي والزعتر مفيد في اي حاله اسهال، مفيد للمعده، بيعلي مضادات الاكسده الشاي. فكله فيه فايده، ما ترميش حاجه، كل حاجه بتتحط للفراخ بتبقى فيها فايده اهو. ما بانش اهوت